notre maison alors que la maison elle est tellement grande et il y a l'espace pour tout le monde. تصريح خطير من صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد فوزه المثير على المنتخب الأوغندي، ويشكر الجزائريين بعد أن تسببوا في تأهل المنتخب الكاميروني لملحق المونديال. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب الجزائري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن حقق المنتخب الجزائري فوزا مثيرا على المنتخب الأوغندي في آخر الدقائق، وهذا الفوز الذي أفرح الكاميرونيين لأنه تسبب في بقاء المنتخب الكاميروني في أحلامه من أجل الوصول للمونديال. فقد صرح رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صمويل إيتو وأدلى بتصريحات نقلتها صحيفة ياوندي تودي الكاميرونية، وقال: أولا أتوجه بالشكر إلى كل الجزائريين وإلى لاعبي المنتخب الجزائري الذين حققوا فوزا غاليا للمنتخب الجزائري على المنتخب الأوغندي، وهذا الفوز الذي أهل المنتخب الكاميروني إلى ملحق المونديال، فلولا فوز المنتخب الجزائري اليوم لما تأهلنا إلى ملحق المونديال، لأن أوغندا كان يكفيها فقط الفوز على الجزائر ونحن كنا سنودع المونديال. وبهذه المناسبة السعيدة لكل من الجزائر والكاميرون، وأتوجه إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في إقامة مباراة ودية بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني للاحتفال بتأهل المنتخب الجزائري إلى المونديال وتأهلنا إلى ملحق المونديال أيضا. فنحن لا ننسى أبدا جميل الجزائريين الذين كانوا رجالا بمعنى الكلمة اليوم ولم يبيعوا المباراة كما كان يعتقد البعض في الإعلام الكاميروني، فهؤلاء هم رجال الجزائر الأحرار. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.